ده ملخص الجزء الثاني من الحلقة الثالثة من المسلسل التركي عيناك كالبحر الأسود، واللي بتبتدي لما البوليس وصل المخزن بتاع عثمان مارشال علشان يستلموا المخدرات، وبيكون في استقبالهم كنالي وبيحملوا البضاعة وبيمشوا. وبنروح لمحمد اللي دخل على أبوه واللي بيقول له كويس إنك جيت علشان الكلام ده يخصك. إحنا عرفنا إن في خاين وسطينا بينقل كل أخبارنا لأعدائنا المتربصين بينا. قال له محمد انتوا شاكين في حد؟ قال له عثمان اللي مزعلني إن الخاين ده عايش وسطينا وبينام وبيصحى معانا. وفجأة بيجي لعثمان تليفون وبيقول لمحمد شفت البجح اللي له عين كمان يرن عليا؟ وبيقول له محمد مين ده؟ قال له فيدات. وهنا طبعا محمد بيترعب، اللي مفكر ان فيدات بيتصل بعثمان عشان يقول له ان محمد شريكه في البضاعة. وبيرد عثمان وبيقول له فيدات احنا صحيح ملناش شغل مع بعض، بس عارفين مكانة بعض كويس، حتى لو بنصلي في جامع واحد بس اكيد مش بندعي نفس الادعية. قال له عثمان مش مهم مين بيصلي وبيدعي، المهم مين اللي صلاته هتتقبل منه. قال له فيدات انا مشكلتي مش معاك، انا مشكلتي في اللي هيجي بعدك. قال له عثمان من غير كلام كتير انا بضاعتك سلمتها لإدارة مكافحة المخدرات، لو عايز ترجعها روح خدها منهم. وقفل السكة في وشه وبيقول لمحمد انت مال لونك اتغير كده؟ وبيرتبك محمد وقال له عادي مفيش حاجة. بعدها بنشوف حواء وهي قاعدة مع فيدات واللي بتقول له بضاعتك معايا بره، تحب اخلي الشباب ينزلوها لك ولا تنزلها انت؟ قال لها فيدات انت ست ب100 راجل. قالت له اعتبر دي مجاملة ولا تريقة؟ قال لها مجاملة طبعا، انت المفروض تكوني كبيرة عيلة مارشال مش عثمان. وبنروح لعثمان اللي كان قاعد مع عيلته وبيجي له تليفون من ضابط مكافحة المخدرات واللي بيقول له جرى ايه يا عثمان بيه؟ انت بتهزر مع رجالة الدولة ولا ايه؟ احنا في المخزن اهو وما لقيناش حاجة. بيستغرب عثمان وبيقول له ازاي ده كنالي مسلمها بنفسه ليكم. وبيقول له خلاص حضرتك سيبني وانا هعرفك الحاجة راحت فين وهبقى اكلمك. وبيقول لكنالي انت سلمت البضاعة لمين؟ قال له انا سلمتها لعناصر الشرطة، معاهم سيارات رسمية ولابسين لبس رسمي. قال له يبقى انت اكيد سلمت البضاعة لشرطة مزيفة. واللي بنكتشف ان حواء ومحمد هما اللي جابوا الرجالة وخلوهم انتحلوا صفة افراد شرطة، وهما اللي راحوا واستلموا البضاعة. وبعدها بيجي لعثمان تليفون من حواء وبتقول له ايه رأيك، عجبتك اللعبة اللي عملتها؟ وبتقول له لسه الحكاية ما خلصتش على كده، لسه هتشوف كتير، لدرجة ان اخر صورة هتشوفها قبل ما تموت هيكون الخنجر في ايد شخص غير متوقع وبتقفل معاه. وهنا محمد بيسأله وبيقول له حواء هي اللي عملت اللعبة دي؟ قال له ايوه. قال له اخر حاجة متوقعة منها شرطة مزيفة. وهنا عثمان بيقول لكنالي اجمع لي كل الرجالة اللي عندنا اللي شايلين سلاح. وبنروح لحواء واللي جوزها بيقول لها تفتكري يا عثمان هيعمل ايه لو عرف ان الخاين يبقى ابنه اللي رباه؟ قالت له اكيد هيقتله. قال لها بس خلي بالك بعد اللي عملتيه عثمان دلوقتي بيفكر يردلك الضربة عنيفة. ونروح لعثمان اللي جمع رجالته وكل واحد جهز سلاحه وقال لهم دم حواء ورجالتها حلال علينا برغم ان هي اختي، وبياخدهم وبيمشوا. وبنروح لآسيا اللي قاعدة خايفة على عثمان ويزيل وعمالة تدعي لهم إن هم يرجعوا بالسلامة. وهنا نرمين بتقول لها ومحمد مش يبقى أخو أزيل والمفروض تدعي له هو كمان؟ قالت لها آسيا لما تعترف أنت الأول بأزيل أبقى أنا أعترف بابنك وأدعي له كمان. وبنرجع لمحمد واللي كان رايح مع أبوه الحواء وأخوه بيقول له أنت هتسيب أبوك يقتل عمتك بجد؟ قال له لأ طبعا، أنا لازم أبعت لها رسالة وأعرفها إن أبويا جاي ومعاه جيش. وبنرجع للعربية اللي فيها عثمان وأزيل واللي بيقول له أزيل احنا لو وقفنا دلوقتي العربيات كلها وجمعنا كل التليفونات اللي مع الرجالة ممكن نعرف مين الخاين. وفعلا بيوقفوا العربيات وبينزلوا وعثمان بيقول لهم وقفوا لي كلكم صف واحد. فقال لهم كنالي كل واحد يطلع سلاحه ويحطه قدامه، وبالفعل كلهم طلعوا أسلحتهم وحطوها قدامهم. وبعدها قال لهم كل واحد يطلع موبايله ويدهوني. وبيضطر هنا محمد انه يدي موبايله لواحد من الرجاله من غير ما حد يحس وقال له اجري انت. ولما جه يجري راح محمد طلع المسدس وقتله علشان يظهروا قدام ابوه ان هو ده الخاين اللي بيدوروا عليه. وبيقول لهم عثمان احنا لو اكتشفنا الخاين فالفضل كله هيرجع لابني أزيل، بارك الله فيك يا ابني. واللي بيبص له محمد بنظرات كلها شر. وبيقول لهم عثمان كله على العربيات
ويلا بينا. وبنشوفهم وهم راجعين على البيت، وعثمان قاعد مع أزيل وبيقول أنا ما غلطتش لما قلت رأيي فيك. قال له أزيل بس أنت لسه ملحقتش تعرفني، أنا قاعد معاك بقالي يومين بس. قال له عثمان يا ريت الحياة كانت ادتنا فرصة، عشنا مع بعض العمر اللي فات كله، بس ده مش ذنبي. قال له أزيل قصدك إن ست آسيا هي اللي بعتتك عني؟ قال له عثمان أيوة، وأنا مرضتش أخدك منها بالعافية. تفتكر في إنسان ممكن يأذي أمه؟ قال له أزيل والله ما أعرفش، أنا عمر ما كان ليا أم. قال له أنا قلت لك قبل كده إن كان ليك أم واسمها مرجان. قال له أزيل طيب وماتت إزاي؟ ممكن تحكي لي القصة؟ وهنا دخلت عليهم آسيا وقالت له مظبوط، أنا اللي بعدت ابني عن ابنه، بس أنا كان عندي أسبابي. وبالنسبة لأمك مرجان، هي ماتت لأن كان عندها مرض خطير، يعني ما كانش في حد سبب في وفاتها، وما فيش داعي تحمل أبوك أكتر من طاقته. وبيسيبهم وبيمشي أزيل. وهنا آسيا بتقول لعثمان على فكرة أنا قلت كده علشانه هو، مش علشانك أنت. ما كانش ينفع أقول له إن أمك انتحرت علشان أبوك رماها. وبنرجع لأزيل ودورسون واللي معاهم الموبايل اللي كان مع الراجل اللي قتله محمد، واللي المفروض إن هو كان بيراسل حواء منه، وقال له اكتب لها وقول لها إن العملية اتلغت ومحدش هيجي لها، وبعد كده مش هينفع أراسلك على الموبايل ولازم أشوفك وجها لوجه. وبترد عليه حواء وقالت له هقابلك زي ما أنت عايز ولوحدي كمان. وبنرجع لجونش اللي شافت أزيل من الشباك واقف في الجنينة، ولما حاولت تنزل له أخوها سألها أنت رايحة فين؟ قالت له طالعة بره. قال لها دلوقتي؟ قالت له أنت مالك زي ما يكون بتحاسب. قال لها أنت قريب هتكوني ست متجوزة. قالت له أنت زعلان على محمد صاحبك. قال لها هو أنت مش وافقتي عليه ووعدتيه؟ قالت له أنا لو وافقت عليه ولا وعدته. قال لها إزاي؟ أنت ناسية إن ده أنقذ حياتي في يوم من الأيام؟ قالت له أنا بتكلم عن حياتي أنا مش حياتك أنت، وسابته ومشيت. وبنروح لمحمد اللي راح لصاحبته واللي بتقول له وحشتني، أنا كنت مفكرة إني مش هشوفك تاني. قال لها غريبة، أمال أنت محضرة أكل ومولعة شموع لمين؟ قالت له ما أنت لما اتعصبت عليا في التليفون قلت أكيد هتيجي علشان تطفي نارا. فبيقول لها أنا خلاص هخطب، أنت إيه رأيك في الموضوع؟ قالت له أنا شايفة إن إحنا ما نضيعش اللحظة الحلوة دي بمواضيع تافهة. وبنروح لجونش اللي راحت لأزيل وقالت له تسمح لي أطلع اليخت عندك يا قبطان؟ وبيقوم أزيل وبياخد إيدها بيطلع على اليخت، واللي بتقول له هو ليه كل ما أقرب لك بتحاول تهرب مني؟ وبتعترف له بحبها، ولكن هو قال لها ما ينفعش، في حواجز كتير بقت بيني وبينك، أكبرهم إنك خلاص هتتخطبي لأخويا. فبتقول له بس أنا مش بحب أخوك، أنا بحبك أنت. عايز تصدق؟ قامت قايمة ورمت نفسها في البحر، ونط وراها أزيل واللي كان هيضعف معاها، ولكن رجع وقال لها مهما هتعملي مش هينفع. فسابته جونش وهي منهارة من العياط ومشت. وتاني يوم الصبح متجمعين كلهم على الفطار، وآسيا بتسأل أزيل أنت كنت فين امبارح بالليل؟ قال لها هو أنا مسجون، كنت بشم شوية هوا. وبيجي محمد واللي بيقول لهم صباح الخير يا عيلتي. وقال لأزيل ودورسون معلش ما خدتش بالي منكم، أصل مش متعود على الوشوش الجديدة. رد عثمان وقال له بعد كده هتتعود. وهنا بتقوم جونش وتستأذن منهم وبتقول لهم أنا مضطر أمشي علشان عندي شغل في المحكمة. قال لها محمد الشغل في المحكمة ممكن يتأجل، بس النهاردة يوم مهم. قالت له إيه أهميته؟ راح مطلع محمد من جيبه خاتم وقال لها عرفتي أهميته؟ وبتقول أخته إيه ده عرض جواز مرة واحدة؟ قال لها مظبوط، وكنت بفكر كمان نكتب الكتاب بالمرة، بس أمي قالت لي أعرض الجواز عليك الأول. قالت له مش المفروض تعرض عليا ده الأول بيني وبينك؟ قال لها أنا عارف إن أنت هتوافقي، بس أنا حبيت إن الكل يبقى شاهد على موافقتك. وقال لها أديني بقول لك قدام الكل إن أنا عايز أتجوزك، يا ترى هتوافقي؟ وبتنتهي الحلقة على كده. أتمنى تكون نالت رضاكم، وأتمنى تشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسونيش بلايك وشير. سلام.